السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلون الشباب؟ يا رب بخير. وياكم الدعم الفني من إدارة نبض العراقي. اليوم سوينا لكم تطويرات جديدة وفعاليات جديدة وأشياء حيل حلوة بالمنتدى، ويا رب تعجبكم. أكيد طبعا هاي كل الفعاليات على مودكم نشوف تميزكم ومواضيعكم الحلوة. بالبداية أريد أشرح لكم على شغلة التنسيق، اللي هو اليوم درسنا عن تنسيق بياناتك على مود تطلع بشكل أحلى للزوار والناس اللي تشوف مواضيعك. عندنا التنسيق مثلا هسه هذا بالموضوع اللي على اليمنى يصير على يمنى على يمنى كل مشاركة. مثلا هسه عندي الصورة الرمزية والعضوية والتسجيل ومشاركاتي ومكاني والدولة والفوتوشوب اللي استعمله وكاميرتي شنو نوعها وماي تويتر وماي فيسبوك والنقاط التقييم، مشروب المفضل والقناة وما إلى ذلك مثلا المشكلات. هذه الأشياء هاي كلها هسه راح نتعلم شلون نستخدمها ونضبطها. طبعا تعرفون يعني شلون نضبط الصورة الرمزية، وأكثركم يعرف شلون نضبط الصورة الرمزية، بس هم ناخذ كفكرة يعني عنها. على مود نسوي هذين الأشياء نروح بالبداية على لوحة التحكم. لوحة التحكم، بعدين نفتح لوحة التحكم ندوس عليها اللي تصير هنا فوق كل صفحة يعني تلقوها لوحة التحكم. بعدين تعديل بياناتي. عندنا هنا مو بس يعني تعديل بياناتي، على مود نعدل هذين البيانات مثل الفيسبوك والفوتوشوب والتويتر والمشروب والقناة والشوكولاتة المفضلة، وتعديل الصورة الرمزية هم من هنا، تعديل التوقيع هم من هنا. مثلا هسه ندوس على تعديل بياناتي. انا بدي اشوفكم البيانات اللي نقدر نضيفهن. عندنا اللقب العضو، هاي فد شي تعوفه يعني احتمال ما تطلع اصلا لك هاي الشغلة، بس الادارة. بيانات الاضافية، تنزل على البيانات الاضافية تحط هنا معلومات عن نفسك، وهنا موقعك اين تسكن، وهنا الاهتمامات، وهنا عملك. هنا تضيف الشوكولاتة المفضلة يعني اللي انت تحبها وتاكلها دائما، مثلا مارز او سنيكرز. انا احب السنيكرز. ومشروبك المفضل مثلا عند التاني فانتا. قناتك المفضلة، انا دائما اشوف ماكس. اي فوتوشوب تستعمل، مثلا انا استعمل فوتوشوب CS4 دائما كنت تستخدمه تكتب لا استخدم. اي كاميرا تستخدم، مثلا اذا كنت تحب التصوير يعني، او اكثر انا احب التصوير، اذا بكاميرا جوالك او سوني او باناسونيك تختار اي وحدة. حسابك في تويتر، رابط حسابك في تويتر تكتبه، مثلا هذا رابط حسابي في تويتر، ورابط حسابك بالفيسبوك تكتبه بهذا الشكل همين، تكتب facebook.com بقية الحساب. رابط مدونتك بالمنتدى يعني تنسخ رابط من المنتدى اي موضوع اللي انت كاتبه، يعني عبارة عن شعر او معلومات عن نفسك او مدونة، تنسخ الموضوع، رابط الموضوع تلصقه هنا. ورابط حسابك بالتمبلر اذا كان عندك تمبلر. اللي سويناه هسه هذا الفيسبوك والتويتر والمشروب والقناة والشوكولاتة، هاي كلها اللي سويناها هنا. عندنا بعد شو بقت هاي الصورة الMMS والSMS، وبقت الدولة. هاي نحددهن من تنسيق بياناتك، هاي يعني اللي فوق الصير. طيب تنسيق بياناتك، عندك هنا الMMS، تقدر تحدد الMS. هنا تدوس اضغط هنا على مجموعة الوسائط وتحدد الوسائط اللي عندك. عندنا هواي وسائط بالمنتدى، مثلا دست هسه أنا عليها تنفتح لك صفحة جديدة على مود تحدد الوسائط، او تحدد الصورة اللي تريد تطلع جوا اسمك. يعني هاي الصورة اقصد، خل اشوف لكم اياها. هاي الصورة تحدد اي وحدة وتدوس له حفظ التعديل. اكو هاي صور وسائط. عندنا الرسالة
اس ام اس، ندوس على استخدام محرر النصوص على مود همين ندخل رسالة الاس ام اس. رسالة الاس ام اس تصير هنا، وين خلي اشوف لكم اياها. هاي رسالة الاس ام اس بشكل متحرك. هاي رسالة الاس ام اس. من هنا على مود تنسقها، وبعدين ندوس حفظ التغييرات على مود تتغير. يعني تكتب هنا مثلا كاتب هيجي رابط مع هاي تنسيق الملف الشخصي. هاي فتشي واحد يعني عندك الملف الشخصي هذا ان شاء الله هاي راح تكون كهدايا، لان صعب تنسيق الملف الشخصي كهدايا. نسوي لكم اياها من المنتدى شلون ننسق لك ملف الشخصي. مثلا هذا الملف الشخصي كتصميم خاص لك. مثلا هسه هذا تشوفون يعني توقيعي وصورة رمزية، والملف الشخصي كله على شخصية الدامبو. انا مسويها تصميم خاص. هاي بعدين لها موضوع كامل على هاي تنسيق الملف الشخصي. فدي في تنسيق الملف الشخصي. هسه ننزل على مواضيعي. المواضيعي مثلا عندك موضوع انت كاتبه، مثلا هذا الموضوع ننسخ الرابط مالته، نحط رابط الموضوع الاول، عنوان الموضوع، طلبات الاعضاء مثلا، او بداية الموضوع ونهايته. تقدر تحط صورة بداية الموضوع ونهاية الموضوع. دائما تنحط كل ما ترد على مشاركة او كل ما تكتب موضوع، بدون يعني ما تكتب مثلا هاي بسم الله الرحمن الرحيم بالبداية وهاي الاشياء. تنسيق الموضوع هاي يعني شلون تنكتب المشاركة. مثلا أنا لما اكتب رأس انا اكتب يعني ما يحتاج. مثلا هسه مو كتبت، لما ادوس له اضف الرد السريع رأسا راح تنضاف بهاي المواصفات. يعني ما يحتاج اعدل الخط من هنا ووسط وهذا الاشياء. رأسا هي راح تتعدل على اللون اللي انا محدده والحجم ونوع الخط. الدولة اللي هي العراق تقدر تختار موقعك، والجنس انت هنا هم تحدده. لون العضوية هاي تعرفها. الإقامة اما تحددها. واللقب نفس حالة الاس ام اس. محرر النصوص هذا اللقب، وانا هذا اللقب. لقب انا ما حاط لقب. جيد. يا رب يكون يعني الدرس سهل هسه عليكم، ما اظن بعدك فد شي. وراح تكون هواي دروس همين وشروحات على طريقة تنسيق الموضوع مثل هيش موضوع يعني، والملف الشخصي همين. وإذا كانت أي استفسارات تكتبون بالقسم طلبات الأعضاء، تقدرون هم تكتبون بيها، وأنا موجود إن شاء الله أرد على كل طلباتكم. تحياتي.